طب اوكي، الاول حاجه، وحضرتك بتقري المنتج، كنت بتقولي في حاجات اللي لو شفناها دي مش هتكون، يبقى المنتج ده اكيد مش معانا. ممكن لو في لستة للحاجات اللي هي لو شفناها من الاول ما نكملش بقية قراية الحاجات. حاضر. وكمان لو انه في حاجات قلتي مثلا الرقم زي الصوديوم، الرقم لو كان اكتر من كذا يبقى كتير. برضو لو كان انه ممكن تكون حاجة يعني حتى لو ملخص لايه اللي هو، اما نشوف يعني ارقام ايه بالظبط يبقى كده خلاص كده عدى اللي المفروض نعمله. ولو المنتج ده فعلا في حاجة مش مفروض انها تكون معانا زي الجبنة الصفراء او كده، هل ان اكلها مرة او حاجة ما يضرش؟ يعني مش حاجة هتبقى على طول في نظامنا، بس انه ممكن لو اكلناها مرة يعني مفيش مشكلة، ولا انه مش معانا يعني مش معانا خالص؟ حاضر. انه كانت الحصص ان هي البرنامج 1780، وحضرتك قلتي لو عايزين نخس او نتخن نزود او ننقص 500. طب انا مش عايزه اخس او اتخن، يعني انا لازم ال 1780 دول؟ وهل ده معناه ان انا لازم التزم بيهم كل يوم؟ وانا اصلا عايزه افهم نظام الحصص، يعني هو بيحسب السعرات على اي اساس؟ يعني ما يقول 4 حصص نشويات مثلا للنظام اللي هو 1400 سعر، هو كده يا ترى يعني النشويات الحصه الواحده بقد ايه سعر؟ او حصة الدهون بقد ايه سعر؟ ده اللي انا عايزة افهمه، ولا دي مش رقم معاكي. ثابت؟ عقلنا بيسمي الحاجات زي ما احنا اقعد يا بنقولها، مش جامد زي. انت، اقعد يا شفت جامد. ازاي؟ اقعد يا جامد. لا لا، عشان شغل تعرفي اني عالي. مذاكرة. شغل عالي. عشان تعرفي اني اللي مذاكرة خلاص بنعلمه اوكي. للناس هيطلع علينا، اللي بنعلمه للناس هيطلع علينا. بالظبط. اه طب وممكن ابدل حصة نوع بحصة نوع تاني؟ يعني لو انا ليا 2 بروتين وواحد كذا ابدل عادي، ولا لا هو كده يعني لازم اخد كل الحاجات؟ انت هتمشي زي ما احنا اتفقنا في قصه النظام الغذائي. انا قصتي لما تيجي تعملي لي دايت مش مهم اه البروتين، ومش مش هتحسبي البروتين، مش قصتي البروتين، لان البروتين ما عندهوش ريسبونس للسكر. نفس الكلام اه مش هيعدي لي السكر. انا قصتي وازمتي في النشويات والحبوب الكامله والفاكهه. ده اللي انا هبص عليه، وده اللي انا هصححه، اشوفه صح ولا غلط. انت قدرتي توزعي اه صح ولا غلط؟ لان ده اللي يفرق معايا في سكر الدم. غير كده ما يفرقش معايا. فانا اللي يهمني ان انت تحطي لي حصصك في الحاجات دي صح، وموزعها لي على مدار اليوم صح، ومختاره العناصر صح، ومختاره بقى احتياجاتك. يعني ملف الفيتامينات والمعادن، الاكلات الموجود فيها. يا سلام بقى لما بلاقي طلبه شاطرين كده من عيله بدايه جديده وهم بيوروا لي الدايت، الاقيه كمان عرف يحط لي الاكلات اللي هي غنيه بفيتامين كذا وغنيه بفيتامين كذا، وعامل ميكس حلو قوي وعامل سناك حلو قوي. ودلوقتي في ناس معاها اه كتاب ممكن تاخد برضو افكار من الكتاب وتبدا تحطها في الدايت بتاعها. بحيث بعد كده لا، هو مش بس حط حصص، ده كمان بقى اخصائي تغذيه وبيحط احتياجاته كمان من الفيتامينات ومعادن. ماذا اه اقول؟ ده اللي انا. اه يعني معنى كده ان قصة بقى البروتين واني التزم بالعدد اللي هو البروتين كاتبه في البروتين. والدهون انا مش هحاسب